بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا اولادي ويا اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنسمي الله وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طبعا يا جماعه الطعميه دي احنا بنحبها قوي، وحتى لو ما كلناش كل يوم نفسنا بتروح لها، لان احنا تربنا في الريف وتربنا في المناطق الشعبيه وطبعا واخدين على ايه الطعميه دي. يعني الطعميه دي اوقات الواحد لو قدامه ايه حتى عايز ياكلها وما ياكلش اي حاجه تانية، نفسه بتروح لها من وقت الاخر كده، نفسه بتروح لها. فبنعملها في البيت نظيفه جدا جدا. طبعا بنعمل احسن حاجه، اهم حاجه احنا نبل الفول يا بنات ساعتين اتنين. يا دوبك الحبايه نكسرها بايدينا كده تتكسر، ما نبلوش ليله كامله ولا 3 4 ساعات ولا وقت طويل، عشان ما تشربش مننا ايه زيت. ده خطوه ضروري قوي قوي قوي، ان الفول لما نبله عشان تطرى عشان نعملها طعميه. نبل الفوله ساعتين اتنين، ما تزيدش عن كده. خلاص. وبنمسك بقى في الكبة، لو ما عندناش مكنة، المكنة اليدوي دي او الكهرباء، المكنة الطعمية اللي هي المكنة المفرمة، يعني بتبقى جميلة طبعا جدا. لو كمية كبيرة بنعملها في المكنة ونعيد عليها مرة كمان. ما فيش مكنة هنعمل في الكبة زي ما انا عملت لكم في الكبة كده. وبنفرم الفول الاول، وبعدين نحط عليه الكرات المصري. اساس الطعمية الكرات المصري عشان تفضل خضرة وحلوة. ما بنحطش فيها لا شبت ولا كزبرة. وقت بقى ما باجي اعملها احمرها، بقطع شوية كزبرة ناعمين جدا واقلبهم فيها واحمرها. لكن في الفارم ان احنا نفرمها معاها ونعينها لا، الكرات المصري بس. هنفرم شوية بشوية كده لما نفرمها حلو وهنعمل لكم احلى طعمية ان شاء الله، تعملوها ان شاء الله. واللي يعجبه الفيديو بقى يشير لنا الفيديوهات يا جماعه كده، وحط لنا لايكات كده والتعليقات الجميله بتاعتكم الحلوه دي. انا زعلانه يا جماعه قوي، متابعيني يعني اللي بتابع ام شهد. ام شهد يعني ست مسكينه، مانيش عارفه اللي وقف لها الربح او اللي بلغ لها في قناتها او عمل فيها حاجه دي، مانيش عارفه. يعني يا ولادي ضميرنا مات خلاص، يعني ضميرنا مات للدرجة دي. واحدة مسكينة بتاكل عيش مثلا من القناة، بتسترزق منها. تعبانة فيها القناة دي، الإنسان بيتعب فيها قوي قوي على ما بوقف على رجليه وبتبقى قناة وبجوله منها ربح، بيتعب فيها جدا جدا. يعني مش حاجة سهلة يعني. والله أنا ما أعرف مين اللي حذف لها قناتها أو قافلها لها أو الربح أو الكلام دي، أنا ما أعرف مين. انا ما اعرفش مين بصراحه اللي عمل ليه، بس يعني مين اللي جاله قلب يهون عليه يعمل كده. انا مش عارفه اللي بيجولهم قلب ان يروحوا على قناه واحده مسكينه ويقوموا حذفينها لها او مبلغين فيها يقف الربح من عليها او كده. على العموم يا جماعه انا ماليش دعوه بالحاجات دي، بس حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي بيظلم حد، كل اللي بيظلم انسان مسكين او بيجي عليه ويكون متفرعن ويجي عليه، منه لله وحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني واحدة بتاكل عيش ومسكينة وعاملة محتوى، إن كانت نقدة أو هي زي ما هو محتواها، ليه نضرها ليه؟ ما نضرهاش. على العموم عملت لكم أحلى طعمية وكده. بقى نعينها كده حسب العدد اللي عندنا. هنحط كده مثلا في كل كيس قطعة كده حلوة، ونطلع الهواء من الكيس ونحطه فين؟ في الفريزر. وما نيجي نعملها نطلعه قبلها، لو احنا هنعملها الصبح نطلعه على بيته احنا رايحين ننام، ونسيبه بس على الرخامة وخلاص، ونرجع نقلبه ونربه كده شوية بالمضرب او بايدينا. وطبعا هي الوقت ما بتحطش فيها اي حاجة اكتر من الكرات. لما بنيجي بقى نعملها نطحن شوية كزبرة نقلبهم فيها ناشفة، عود كزبرة اخضر ننعمه جدا، نحط الملح. دي بقى اللي انا هعملها للاكل. حطيت كزبرة طبعا الوقت، كزبرة ناشفة، وبرضو معايا عود كزبرة اخضر اهو. دي بقى وقت التحمير بقى. وتوم، فصين توم، قطعة بصلة صغيرة، وهنضربهم ونقلبهم بقى في اللي احنا ايه
هنقليها يعني هناكلها يعني، اللي احنا هنعملها حالا الوقت يعني. هنطحن طبعا الحاجات دي كلها ناعمة ونقلبها فين؟ في الطعمية اللي احنا هنحمرها. حطيت الطعمية اهو اقلبها فيها. اعملوها يا بنات في البيت، والله انا جبتها، احنا عندنا السوق بتاعنا التلات وجايباها من مطعم مشهور جدا وحلو على الطريق كده واحنا جايين. وجه ابو احمد بيقول لي الطعمية دي مش حلوة ولا لها ريحة ولا طعم، لكن ما بنعمل حاجة في البيت بتطلع حلوة قوي. ونحط بقى ملح وريحة كربونات صغيرة جدا جدا خالص، ونربها تاني بقى في كده في الكبة ونحمرها. الكربونات يا جماعة اللي هو البيكي صودا، مش بيكنج باودر، اللي هو البيكي صودا، بس مش بنكتر، ان كترنا الطعمية هتبقى غامقة معاكم ومش هتبقى حلو. ده احنا بنحط نطرة على طرف المعلقة، يعني طرف المعلقة الصغيرة كده، يعني الشوية اللي هنحطهم قد الحباية الحمصية كده، لما تلموهم على بعض بيبقوا قد الحباية الحمص الشوية اللي احنا هنحطهم. واهم حاجة الطعمية عشان تطلع هشة وحلوة ان احنا بنربها وبندخلها هوا، بنربها حلو وندخلها هوا عشان تطلع هشة. مش نكتر البيكو صودا نكتره فيها ويغمقها، لا. اعملوها بنفس الطريقة ان شاء الله جميلة جدا. ونعمل العيش المصري دي بيبقى تحفة معاها بصراحة، العيش اللي هو المصري بيبقى جميل قوي. اعمله لكم قريب ان شاء الله. اشتريت اللي هي المطرحة بتاعته، اللي هي جبت المطرحة، والله ما هقول لكم اني ما اشتريتهاش بصراحة، انا جايالي وانا في السعودية، جايلي من هنا من مصر، جزاهم الله خير. بقول قدام هي مش موجودة عندنا في منطقتنا يا جماعة، هي موجودة يمة الشرقية، اللي هي المطرحة بتاعت العيش المصري اللي هو بترحي ده، اللي هي بتبقى مخرمة دي، عشان بينزل منها الردة، بنفض الرغيف وكده. فقلت قدام جماعة يعني حبايبنا، كان حد جاي يعني من مصر السعودية جابوها لي والله، وانا جبتها هنا، جابوا لي 2 كمان مش واحدة، جابوا لي 2 احجام مختلفة، لان هي مش موجودة في منطقتنا بصراحة. هنا بقى بنحط الطعمية، الزيت يبقى وسط كده، لا سخن قوي قوي عشان ما تتلهفش مننا، ولا ان هو بارد عشان ما تفكش مننا برضو. خدت بالكم يا بنات؟ لا الزيت يكون سخن قوي ولا هو بارد، وتعملوا احلى طعمية ان شاء الله، جميلة جدا جدا. بشكر جدا جدا كل اللي معايا وكل اللي دخلي، وبشكركم وبحبكم في الله والله. وبشكر جدا جدا كل اللي معايا وكل اللي دخلي جديد يا جماعة، بشكره جدا جدا وجزاكم الله خير. والقناة زي ما قلت لكم القناة دي بتاعتكم، بتاع المتابعين، مش بتاعتي انا. القناة من غير متابعين يا جماعة مش قناة، انا ما بقولش كلام والله، انا بقول الحقيقة. القناة من غير متابعين ما هيش قناة. المتابعين اللي بخلوا القناة كبيرة، وهم اللي بيكبروها باللايك وبالتعليقات الجميلة والمتابعة وكده. اقسم بالله انا بقول الحقيقة، هي فعلا وهي دي الحقيقة، واللي يقول غير كده ما يبقاش يعني ايه، ما يبقى ما بقولش الحقيقة. القناة بتاعت المتابعين. وجزاك الله خير وكتر خيركم اللي بيقعد كده يشوف الفيديو ويكتب لي تعليق ويحط لنا لايكات، جزاك الله خير وكتر خيركم. واعملوا بقى ايه الطعمية، وهنعمل لكم ان شاء الله العيش قريب المصري. ونفسي اعمل ايه يا جماعة يا بنات، انا نفسي اعمل العيش بتاع المكنة، اللي هو الشقة الطاولة دي، اللي هو بيتعمل على المكنة بتاع الخبيز. انا نفسي في العيش ده بصراحة، كنا بنعمله الاول بكتير، بنعمل كمية كبيرة جدا جدا، ما عدناش بنعمله خالص. انا بصراحة بقالي كام يوم نفسي اعمله، ان شاء الله يوم كده ما كنتش عندي طبيخ ولا عندي شغل كتير هنعمله مع بعض. طبعا الطعمية تحفة، بس التصوير اللي البتاع بعيد عن الكاميرا شوية، شايفين الطعمية من بره ناشفة ومن جوه طرية كده، وتحفة في منتهى الجمال. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.